الأهلي يتغلب على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر. حسام بدري دخل المباراة بطريقة 4-2-3-1. محمد شناوي حراسة المرمى، على يمينه باسم علي وعلى شماله صبري رحيل. في القلب سعد سمير ورامي ربيعة، قدامهم اتنين حسام عاشور وحسام غالي، على اليمين ميدو جابر وعلى الشمال مؤمن زكريا. في القلب صالح جمعة، تحت مهاجم وحيد عمرو جمال. فضل الكابتن حسام بدري راحت بعد الأساسيين، بعد انتهى من بطولة الدوري وحسمها، وبعد التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فبدأ المباراة بالشناوي اللي كان مهزوز. التمريرات الطولية بتاعته من 3 ما عملش ولا تمريرة طولية صحيحة. كان بيمثل مصدر رعب للنادي الأهلي. كان أي هجمة من لعيبة نادي وادي دجلة الناشئين اللي كان بيلعب بيهم ميدو المباراة، كنت تخاف إن الشناوي يعمل أي غلطة تكلف النادي الأهلي هدف، وده اللي حصل في الهدف الأول بتاع وادي دجلة. ضربة حرة غير مباشرة كان هو السبب فيها من على حدود منطقة الجزاء، طلع الكورة بطريقة غلط، ورجعت للمدافع بتاع وادي دجلة اللي كمل وحط الهدف الأول، وخلى النادي الأهلي يلعب 4 دقايق تحت ضغط لحد ما قدر صالح جمعة من ضربة جزاء قدر ياخدها باسم علي من الاختراق اللي عمله من ناحية اليمين، وقدر يخلي كريم ممدوح يعمل معاه ضربة جزاء، وضحك على ابراهيم نور الدين حكم المباراة. اتعادل النادي الأهلي، ضغط، حاول يحط هدف تاني قبل نهاية الشوط الأول، لكن الكلام ده ما حصلش. لو هنتكلم في الشوط الأول، كنا بنشوف صبري رحيل كان بيتقدم في المنطقة دي مع مؤمن زكريا، كانوا عاملين ثنائي هجومي هما الاتنين. وفي الناحية الدفاعية ما كانش في حد بيغطي الناحية الشمال اللي بتبقى ورا صبري رحيل، وده الفرق اللي بيبقى موجود بين صبري رحيل وعلي معلول. يعني علي معلول لما بيبقى موجود في الملعب الكابتن حسام بدري بيديله مهام دفاعية أكتر منها هجومية. الكلام ده صبري رحيل مش بيعمله. صبري رحيل بيتحرر أكتر، بيزيد في نص الملعب مع ثلاثي الهجومي مع مؤمن زكريا، بيكونوا جبهة ناحية الشمال. لكن الكلام ده مش بيحصل مع علي معلول. باسم علي راجع من الإصابة أحسن من الأول، كل ما النادي الأهلي بيطلب منه بيلبي الندى، بيقفل المنطقة اليمين دفاعيا وهجوميا. بنشوفه لما بيهاجم بيزيد مع ميدو جابر اللي ما كانش موجود أساسا طول أحداث المباراة. يعني ميدو جابر كل الفرص اللي خدها، ما فيش جناح في النادي الأهلي خد الفرص دي كلها. حتى الكابتن حسام بدري طلع في تصريحات وأكد ان هو مستاء من كمية الفرص اللي بياخدها ميدو جابر وما بيقدرش يستغلها، على العكس صالح جمعة. صالح جمعة الناس كانت بتشتكي منه في الاول ان هو بيسهر ان هو بيعمل، لكن صالح جمعة راجع يقول انا افضل لاعب في مصر في المكان بتاعي. عبد الله السعيد محدش بيقلل منه، محدش يقدر يتكلم على عبد الله السعيد ولا الفرحة اللي ياما اداها للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. لكن صالح جمعة رجع افضل، قدر يحط ضربة جزاء في الشوط الاول. كمية اللونج باص عنده غير عادية، مفيش كرة بتطلع من رجله غلط. الميس باص عنده تكاد تكون نسبتها 0%. نص الملعب في الشوط الأول حسام عاشور وحسام غالي، كان نص الملعب بيتاخد من لعيب النادي الأهلي، لكن سرعة الارتداد وإن هما بيقدروا يرجعوا يجيبوا الكرة بسرعة، ده اللي خلى شكل النادي الأهلي متوازن قدام فرقة مفيهاش اللعيب الخبرة، مفيهاش العناصر اللي تقدر تنقل الكرة من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية. خلص الشوط الأول 1-1. دخل النادي الأهلي الشوط التاني بنفس استراتيجية اللعب. ميدو جابر مش موجود، رامي ربيعة راجع من الإصابة، مش رامي ربيعة اللي احنا نعرفه خالص. رامي ربيعة كل كرة في رجله بتعك بيطلعها اوت بيعمل، لحد ما قدر باسم علي بوان تو بعد ما الكابتن حسام بدري قرر ان هو يدفع بكريم ندفد ويخرج ميدو جابر. وان تو من ناحية اليمين ما بين باسم علي وكريم ندفد، قدر ان هو يكسب منها ركلة جزاء بعد تدخل محمد هلال لاعب نادي وادي دجلة، عشان صالح جمعة يحط الهدف الثاني للنادي الاهلي ويشيل كل الضغوط من فكرة ان احنا ندخل وقت اضافي مع فرقة اغلب عناصرها ومتوسط الاعمار بتاعها 22 سنة. بعد الهدف قرر كابتن حسام بدري ان هو يدفع بعماد متعب. كنا شفنا عماد متعب نزل كان على حساب صالح علشان تتحول الطريقة تبقى 4-2-2-2. قدر مؤمن زكريا ان هو يحرز الهدف الثالث. النادي الاهلي كان كورة عمرو جمال ناحية الشمال، انطلق مؤمن زكريا وتوغل، قدر ان هو يحط الكرة بدماغه هدف ثالث للنادي الاهلي.
هي دي الفكرة اللي بنتكلم عليها، ان ميدو مؤمن زكريا حتى لو وحش، حتى لو هو كل ما الكرة توصل له بيعمل بيها ميس باص، فأي حاجة بيعملها مؤمن زكريا وجوده مهم في الملعب، لأنه من أفضل الأجنحة اللي بتلعب في مصر، عندها ارتداد دفاعي كويس، بيرجع يأدي المهام الدفاعية بتاعته، بيبقى موجود في أماكن محدش يتوقع إن مؤمن زكريا يبقى موجود في المكان ده. وده اللي شفناه في الهدف الثالث، إن مركز الجناح وجوده في المكان ده، مش أي لاعب يقدر يعمل كده، مش أي لاعب يقدر يخلق مساحة لنفسه، لكن مؤمن زكريا عمل كده كويس. مؤمن زكريا قدر ان هو يخلق مكان لنفسه ويحط بيه الهدف الثالث. بعد الهدف طبعا انتهت المباراة فعليا واكلينيكيا وكل حاجة. لعيبة وادي دجلة البدني عندهم، مخزون البدني قل جدا، ما كانش في لعيبة منهم بتجري، لحد ما ظهرت اللقطة اللي التاريخ هيتكلم عنها كتير، انكار الذات في حب عماد متعب. شفنا كانت الكرة من مؤمن زكريا بعد نص الملعب، متعب قدر يجري وقدر يخلق لنفسه مكان على حدود 18 وادي دجلة، لعب الكرة مؤمن زكريا. شفنا مؤمن لعب الكرة لعماد متعب، اللي فضل ان هو يرقص اللعيب بتاع وادي دجلة ويركن الكرة، لكن محمود رضا قدر يتعامل معاها بطريقة سليمة. شفنا حسام غالي دخل ال18، مؤمن زكريا بدل ما يحطها في الجون قدر ان هو يحط الكرة لعماد متعب تاني علشان يجيب هدف تالت، هدف رابع النادي الاهلي، وينهي بيه المباراة ليتأهل النادي الاهلي لنصف نهائي بطولة كأس مصر، في سعي النادي الاهلي للفوز بالبطولة الغائبة عنه من 10 سنين، من 2007. بطولة مهمة، بطولة النادي الاهلي لازم يحاول على قد ما يقدر ما يستهينش بأي خصم فيها. واشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.